والمنتخب اليمني مغربية في الكرة الماضية. عادت الكرة مرة أخرى لصالح المنتخب اليمني، كرة بتعود وابتكاك التسديد الآن لصالح المنتخب اليمني، ولكن أعلى الخشبات الثلاث، أعلى الخشب. والمنتخب اليمني مغربية في الكرة الماضية. عادت الكرة مرة أخرى لصالح المنتخب اليمني، كرة بتعود وابتكاك التسديد الآن لصالح المنتخب اليمني، ولكن أعلى الخشبات الثلاث، أعلى الخشبات. كان بالإمكان أفضل مما كان يا عبد الرحمن. عبد النبي هداف المنتخب اليمني، هداف المنتخب اليمني. شوف سوى كل شيء، عمل كل شيء عادل عباس، وكان عادلا في الكرة الماضية ليمرر لصديقه الهداف، لأنه اللاعب الأنسب للتسجيل، لأنه أكثر لاعب ذاق الأهداف ووصل إلى مرمى الخصوم في تشكيلة المنتخب اليمني، ولكن ضاعت الكرة. تنتصر على السعودية بركلات الترجيح أيضا. إلى الآن المنتخب الجزائري صاحب الارض، والجمهور شوف هنا الاعاده لاهم فرص المباراه الى الان. يتوج اداء رائع في هذه النسخه للوصول لمباراه النهائيه. ليش لا خطيره للمروه بعد المرور اللي كان افضل من رائع من اللاعب عادل عباس. مرمى الاول، مرمى الثاني، او عادت للكره، حبت الكره، عادت اليه الكره فمرر الكره لعصام ردمان. هل هناك ركله جزاء ام لا؟ للاعب عصام ردمان، هل هناك ركله جزاء ولا لا؟ لا، ما فيها ركله جزاء، ما فيها ركله جزاء. او اكتفى بالتعادل السلبي ليخبئ او يترك الخفايا وما يخبئ شوط المباراه الثاني في علم الغيب. محاوله لصالح اليمني، ولكن تسجيل في شوط المباراه الاول. بينما الان صافره كويتيه لانهاء احداث ومجريات شوط المباراه الاول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بانتظار شوط ثاني من اللقاء الذي يجمع من المنتخب اليمني والمنتخب المغربي في شوط المباراه الثاني. حارس المرمى طه بن غزيل يتصدى لكرة المباراة، يتصدى للقطة المباراة، مثل ما هناك لقطة للمنتخب اليمني وبطل للمنتخب. الله، المرور بطريقة رائعة. يا سلام، لا زال يحافظ على الكرة وسط ضغط دفاعي. كرة بتعود خطيرة لصالح المنتخب اليمني، إذا كملها صح المنتخب اليمني، وكرة ثابتة، الكرة بتلعب الأمام، ولكن حارس المرمى يتصدى. المنتخب اليمني توغل، مرور، رغبة، يحاول، لا زال يحافظ على الكرة في منتصف أرضية الميدان. كرة بتعود عند اللاعب عصام ردمان، يلعب كرة خطيرة لصالح المنتخب. الكرة الماضية لا زالت قائمة لصالح المنتخب اليمني، كرة بتلعب الأمام، ولكن التغطية لا زالت الى ركله ركنيه بعيد بنقص عددي. كره بتلعب الامام، ولكن التغطيه الدفاعيه